السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فطيره الفطاطر اللي بالسكر من غير ما تعجني ولا تتعبي نفسك. في دقايق هتكوني مجهزه اجمل واحلى حاجه حلوه، طعمها كده تحفه، بتدوب في البق دوبان. اول حاجه هنجهزها معانا، هنجهز حشوه الكاستر بتاعتنا. معايا كده نص لتر من اللبن، نزلت عليهم ب3 معالق سكر بودره كبار، ونزلت عليهم بمعلقتين كاستر كبار. اقلب كده في الاول مكوناتي على البارد. بعد ما قلبتهم كده ودوبتهم كده كويس، برفعهم على نار هاديه وافضل اقلب فيهم علشان ما يكلكعش مني. افضلي كده قلبي فيهم كده بالمضرب كده كويس، ما تسيبيش المضرب من ايدك علشان ما يكلكعش منك ويكون معاكي حلو. قوام الكاستر هنا بيكون مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، بيكون نفس القوام ده كده. وزي ما قلتلك افضلي قلبي فيه علشان ما يلزقش منك وما يكلكعش. بعد كده انا فضيته في طبق علشان يبرد. تاني حاجة هنجهزها مع بعض الصينية او الطاسة اللي هتعملي فيها الفطيرة بتاعتك. نزلت كده بمعلقة سمنة كده كبيرة في قلب الصينية. ومعانا بقى مكون الوصفة الأساسي، معانا لفة جلاش، نص لفة جلاش، لفة الا ربع، الموجود عندك والمتاح عندك. أنا في الوصفة دي استخدمت لفة الا ربع جلاش، كانت عندي واستخدمتها. بعد كده باخد ورقتين من الجلاش، بحط نصهم في الصينية والنص التاني بره الصينية بالشكل ده كده. بتلفي بقى الصينية كلها بالطريقة دي، وبين الطبقات الجلاش وبعضيها بتحطي سمنة اهو زي ما انت شايفه كده. بحط الورقه بتاعت الجلاش في الصينيه، والنص التاني او الطرف التاني بره الصينيه، لان اللي بره الصينيه، الاطراف اللي بره الصينيه دي اللي هنقفل بيها الفطيره بتاعتنا في الاخر. وما تنسيش بين الطبقات وبعديها السمنه الجميله بتاعتنا، عشان دي اللي هتدينا التوريقه الحلوه في الفطيره. عايزه اقولك جربيها، هتعجبك جدا، مش هتبطلي ان انت تعمليها. خلصت كده كميه الجلاش بتاعتي، ببتدي احط بقى الكاستر بتاعي بعد ما بارد خالص. يعني دي اول حاجه تعمليها، تبتدي بيها الوصفه، ان انت تعملي الكاستر بتاعك وتسيبيه يبرد خالص. فردته بقى كده بالشكل ده. هنا ممكن تضيفي مكسرات عليه، ممكن تضيفي كنافه، ممكن تضيفي عليه بسبوسه، هنا حسب ذوقك وحسب اختيارك انت. ابتدي بقى قفلي الفطيره بتاعتك، خدي كده الاطراف واحده واحده وقفليها كده. سهله خالص التقفيله، سهله خالص، وهتلاقيها انت هتلاقي نفسك كده بتقفلي، هي بتقفل نفسيها بنفسيها. خدي كده واحده واحده الاطراف بتاعتك وقفليها. وزي ما عملنا في الاول برضو بنعمل واحنا بنقفلها، سمنه بين الطبقات وبعضيها. قفلي كده فطيرتك كويس، السمنه كده بين الطبقات وبعضها لغايه ما توصلي لاخر طبقه. سهله خالص، ما بتاخدش وقت خالص، يعني في دقايق هتلاقي نفسك مجهزه اجمل واحلى حاجه حلوه، وطعمها نفس طعم فطيره المحلات بالظبط، من غير بقى ما نعجن ولا نتعب نفسينا خالص. كده خلصت التقفيله بتاعتي. بحط سمنه كده على الاخر، يعني بعد ما قفلتها كده خالص بحط برضو سمنه، وعلى نار هاديه على البوتاجاز من فوق، او ممكن تحطيها في الفرن، بس بتشغلي الفرن من تحت. اول ما تبدا تاخد لون معاكي بتقلبيها على الوش التاني بالشكل ده كده. ايه رايكم في فطيرتنا؟ معايا هنا بقى كوبايه لبن، نزلت عليهم بمعلقتين سكر كبار بالشكل ده كده. قلبت كده السكر كويس. الفطيرة هنا معايا سخنة، واللبن بدرجة حرارة المطبخ عادي. ابتدي اسقي بقى كده اللبن واحدة واحدة. سقيت كده الفطيرة بتاعتي باللبن كده واحدة واحدة.
حاجة كده في منتهى الجمال. خلصت كده اللبن بتاعي كله. بعد كده قلبتها في طبق التقديم. ابتدي بقى ان انا اقطعها لمربعات كده زي ما بنشتريها. قطعت كده فطرتي. معايا بقى كده شوية سكر بودرة، وعلى الوش بقى كده وغرقيها سكر بودرة بالشكل ده كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ احلى واجمل ما بنشتريها من بره ولا لأ؟ وما خدتش مننا اي وقت ولا اي تكلفة خالص. حاجة كده بصوا، متنغنغة بقى كده في السمنة واللبن والسكر. شايفين الطبقات؟ شايفين التوريقة؟ اجمل واحلى فطيرة دي ولا ايه؟ يلا اعملوها وقولولي ايه رأيكم فيها. حاجة كده متنغنغة في السمنة واللبن والسكر، طعمها خطير. يلا لو عندك بقى ضيوف اعملي لهم الحاجة الحلوة دي، هتعجبهم جدا. بصوا، طعمها جميل بجد، طعمها جميل قوي. بتدوب كده في البق دوبان. ومش مكلكعة، مورقة معانا خالص اهي. التورقات كلها باينة اهي. يلا ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اللايك والمتابعة.